الواحد حاسس بعد كل الغياب ده ان هو ما عادش عارف يتكلم، بس خلينا نجرب. ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ طبعا الواحد بقاله فتره كبيره جدا ما عادش عارف ينزل، ده طبعا بسبب ظروف ان شاء الله هحاول اذكرها الفيديو ده. وغير كده الفيديو ده هيكون مهم جدا ان شاء الله، وهيوضح افكار كتيره ممكن تكون انت عارفها ممكن ما تبقاش عارفها اصلا، وان شاء الله الفيديو ده يفيدك بقدر الامكان. بس قبل ما ابدا الفيديو او اتكلم في الفيديو لازم اشكر ناس معينه وقفوا جنبي كتير جدا الفتره اللي فاتت دي، واولهم طبعا الادمن اللي عندي ابراهيم، وهو مش ادمن على قد ما هو اخ ليا ومن اكتر الناس اللي وقفت معايا في القناه، فطبعا بحب اوجه له كل الشكر كاول واحد يعني كان واقف معايا. واكيد طبعا اخواتي اللي انا ما نسيتهمش زي محمد ولوسفر وغسان ومالك ومحمود وزياد وعلي ومحمد محمود وعمار وساب وعمر صاحب قناه كريبتو ميدل ايست للاخر، لان من اكتر الناس المحترمه والجدعه في المجال ده جدا يعني، والواحد اكيد برضه بيتعلم منه ومن خبراته. وطبعا قبل ما ابدا الفيديو انا عايز اقول ان انا اصلا مش منقطع عن التليجرام نهائي، انا بس كنت منقطع عن اليوتيوب او حتى ان انا انزل مشاريع جديده اذا كانت على التليجرام او على اليوتيوب يعني. لكن انا طبعا الفتره اللي فاتت دي كلها كنت متواجد على التليجرام، فاتاكد ان انت منضم في قنوات التليجرام الاساسيه او الشات اللي انت هتلاقي الروابط بتاعتهم تحت في الديسكربشن. واكيد طبعا ده الفيديو اللي بعد العوده، فما تنساش طبعا اللايك والسبسكرايب هنا في اليوتيوب. وطبعا النهارده هتكلم عن النهايه الحتميه لبطوله التليجرام. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله انا هشرح خلاصه تجارب 7 او 8 شهور في مجال البيتات على التليجرام من اول شهر 7 او 8 لحد النهارده، وايه اللي استفدناه وايه اللي احنا خسرناه، وهل في الاخر هنكمل ولا مش هنكمل. الفيديو ده مهم جدا، فاتاكد ان انت متابعه للاخر. طبعا انا مش هحط بوت نوت كوين معانا في الحسبان لان معظمنا ما اشتغلش عليه، ومعظمنا اشتغل على بوت دوجز في البدايه. بوت دوجز كان من البوتات اللي هي اصلا خلت الناس تخش مجال التليجرام عموما عشان ارباحه كانت سهله جدا 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 يعني، واللي عمل طبعا تعدد كسب كتير جدا، وكان اقل ربح فيه تقريبا $50، فاللي عمل تعدد اكيد كسب كتير جدا. وبالتالي طبعا الناس توقعت ان البيتات اللي اصعب منه زي هامستر مثلا هيجيبوا منه مثلا حته 300 او 400 او 500 كمان. دوز معظم الناس اشتغلت عليه اسبوع اسبوعين واخد 50 60 لحد 100 و120 كمان، فكانوا متعشمين في هامستر قوي، ولكن طبعا مش ده اللي حصل في النهايه. بوت دوز تقريبا كان هو البدايه اللي فتح للناس فكره مجال البوتات بتاعه التليجرام، وهو من احد الاسباب اللي خلت البوتات اصلا تنتشر في التليجرام كلها. حتى لو فريق البوت دفع فلوس من معاه فهو رجعها اضعاف مضاعفه من البوتات اللي نزلت بعد كده. وطبعا انا هشرح كل الفلوس اللي عملناها من البوتات دي خلال 6 شهور. وطبعا الفلوس اللي انا هذكرها هي فلوس الشخص اللي شغال مجاني، او بمعنى صح بيدفع على القد قوي، وعلى القد قوي دي معناها اللي هو بيدفع مثلا رسوم بوت او حاجات اجباريه المفروض تدفعها في البوت. فخلينا نحسب كده حسبه سريعه للشخص اللي شغال مجاني كسب كام، لان المفروض ده همنا. وهذكر طبعا في الاخر صحاب القنوات الكبيره او الصغيره برضه كسبوا كام. خلينا نبدا باول بوت، هو بوت دوجز اللي كان متوسط ربحه تقريبا $50. وده لو شخص اشتغل اسبوع واحد بس على البوت وعمل المهمات اللي فيه وما عملش تعدد ولا عمل احالات. والبوت اللي بعده هو بوت هامستر، برضه هنقول متوسط الربح فيه هو $50، ممكن يكون اقل شويه او اكتر شويه بالنسبه للمجاني. والبوت اللي بعده لكن للاسف هو بوت استثماري شويه هو بوت ميجور، لكن هو كان جاب لك تدفع شويه حاجات جوه البوت، لكن هنقول تقريبا متوسط ربحه هو $60. وطبعا الناس اللي ما دفعتش خالص فهي ما خدتش حاجه، لكن اقول الناس اللي دفعت على قد قوي اللي كان معاها مثلا راس مال صغير ودفعت الحاجات اللي هي جوه البوت. وطبعا من احسن البوتات اللي انا ان شاء الله هعمل لها فيديو لوحدها هو بوت تون ستيشن، اللي كان متوسط ربحه هو $60 للشخص المجاني اللي يا دوبك دفع نص تون بس رسوم السحب، ولكن بقيت شغله مجاني على البوت. ف $60 كويس قوي، وممكن يكون اقل وممكن يكون ازيد. وخلينا بقى نخش على البوتات اللي هي سبب اعتزالنا اساسا. وطبعا عشان ما انساش انا بتكلم على الادراجات دي لكن مش بالترتيب عشان ما حدش يقول البوت اجى مكان بوت تاني يعني في وقت الادراج، فانا عموما مش بتكلم بالترتيب. عندك بوت كادزن اللي للاسف اللي ما دفعش فيه فلوس خالص، خد تقريبا عملتين بس، وكان سعر العمله ساعتها كان $1.2 او $1.3، فانا هكون كريم وهديه $3 للشخص اللي ما دفعش فيه ولا جنيه. والغريب ان انا برضه شفت ناس دفع فيه واخدوا برضه نفس العملتين، فخلينا نقول بوت كادزن $3. ومن بعده طبعا بوت فيرتيس، ده الناس كانت متعشمه في جامد، لكن هنقول متوسط ربحه هو $5. وطبعا كاتس واو جي سي هنقول كاتس $3 واو جي سي $2، وشويه بقى كده بوتات سكام في الاخر زي الطماطم وروكو رابت وزو هنقول كل واحد فيهم $. فهتلاقي نفسك في الستة او 7 شهور دول عامل $251. هنشيل ال 51 دول كرسوم شحن في البوتات او حتى دفع رسوم، واكيد طبعا اكتر من $51، لكن خلينا نقول احنا هنشيل $51 بس، هتبقى معاك دلوقتي $200. ولو هنحسب ان ال $200 دي في 6 شهور وان الشهر مثلا لو 30 يوم يعني كده 180 يوم، هتقسم ال $200 على 180 يوم هيطلع لك بالظبط $1.2 يعني تقريبا 60 جنيه في اليوم. فانت احفظ $1.2 دي عشان هنرجع لها دلوقتي. طبعا انا ما ذكرتش بوتات زي بيكسل وسيد باعتبارهم اللي هم ما ينزلوش على المنصات، فانا مش هدخلهم في الحسبان خالص دلوقتي، لما ينزلوا منصات نبقى نشوف الدنيا، عشان لو حكمت عليهم دلوقتي فاحنا اللي دفعناه ما رجعش بربع جنيه. وطبعا في كده بوت عقيم كده برده ما نسيتهوش، بس انا الحمد لله ما كنتش منزله من مشاريع القناه، وهو بوت ماني دوز. البوت ده غريب
جدا، عامل شبه روك رابت بالظبط. على سبيل المثال لو انا هتكلم عليا، هو بيدينا 17,000 عمله كل شهر لحد 12 شهر، وسعر عمله زي ما انت شايف كده 0.5 اصفار 3، يعني في الشهر الواحد 0.05 سنت، يعني في ال 12 شهر نص دولار. فانا مش فاهم ده يخش معانا قائمه ايه؟ يعني ده يخش سكام ولا يخش ايه؟ انا مش عارف، يعني كلمه سكام قليله عليه. فبرضه عشان برضه ما حدش يقول لي انت ما ذكرتوش، فانا قلت ايه يعني اذكره على السريع كده. فبالتالي انا سبب اعتزالي مش بصراحه بسبب ظروف شخصيه بس يعني، لكن بسبب الاحباط بالسوق بطريقه مش طبيعيه، اللي هو مش منطقي بعد كل دون وكل الاحباط دون اقول للناس يلا يا جماعه في بوت جديد، ويلا يا جماعه ندفع نص تون كمان عشان نتاهل، ويلا ويلا، وفي الاخر الفلوس اللي بيدفعوها اصلا ما عادتش بترجع. مفيش غير بوتين 3 او 4 بالكتير جدا اللي يمكن ادت فلوس للناس، وبقيه البوتات تعتبر كلها سكام، خصوصا الناس اللي استثمرت في البوتات دي، زي مثلا البوت زو دون. الناس اللي دفعت فيه فلوس 1000 او 2000 او 3000 دولار هي ما رجعتش حتى من فلوسها 100 دولار اصلا. في بوتات زي ميجور مثلا، الناس اللي دفعت فيه نفس ال 1000 او ال 2000 او 3000 دولار هي رجعت لهم 10 او 15000 دولار كمان يعني. فانا دلوقتي كلام على الشخص المجاني، هل انت شايف ان دولار و2 من 10 دي اللي انت بتاخدها في اليوم لمده 6 شهور ده شيء يخليك تشتغل على البوتات وتضيع وقتك وصحتك ونتك على الكلام دون؟ القرار ده في الاخر بيبقى قرارك انت. وبالنسبه طبعا لصناع المحتوى الصغيرين، فممكن تضيف مثلا على الارباح دي حته 300 400 دولار زياده، وبالنسبه للناس الكبيره هتضيف حته 2000 او 3000 دولار زياده، ده عشان تعرف بالظبط الناس كلها بتكسب كام. ففي الاخر المستفاد من الليله دي كلها هو صانع المحتوى، ولكن ده كان في البدايه، وفي النهايه هو حتى ما عادش مستفاد من الليله دي كلها، والارباح بتاعته بتبقى صغيره جدا بالنسبه للمجهود اللي هو بيقدمه او بيعمله. يعني زمان لو هو كان بياخد 3000 دولار وانت بتاخد 50، دلوقتي هو بياخد 50 وانت بتاخد صفر او واحد، فاظن الشيء ده مش كويس اطلاقا يعني. فانا للاسف كنت فاقد الشغف بنسبه كبيره جدا ان انا حتى ارجع للمجال، وما عادش عارف حتى اطلع ورا وش للناس، وانا بتكلم عن نفسي ماليش دعوه بحد تاني اللي بيهتم بمصلحته على مصلحه غيره. ممكن ينزلك بوتات سكام وانت تخش له كاحلات وتعمل ايداعات ويستفاد من وراك في الاخر ينصب عليك. انا بتكلم عن نفسي مش على حد غيري. انا ما عادش عارف اطلع ورا وش للناس واقول لهم يا جماعه يلا بينا نخش بوتات جديده، لكن بنسبه كبيره جدا هخش مشاريع جديده اللي بدات تنتشر اليومين دول، اللي هي مشاريع الديبين والتست نت. طبعا لحد دلوقتي بحاول ابحث عن مشاريع كويسه جدا ديبين او تست نت عشان ابدا انزل عنها ان شاء الله يعني، لان اللي فهمته من المشاريع دي انها مشاريع كويسه وارباحها عاليه. فلو في فرص كويسه هطلع ان شاء الله واشرحها، وطبعا بنزلها على جروبات التليجرام قبل اليوتيوب كمان، فتاكد ان انت موجود هناك. وطبعا لسه في بوتات تليجرام ما اندرجتش برضه، هطلع برضه اعمل لها فيديوهات عشان نقفل الصفحه دي خالص. وفي النهايه انا حبيت بس اطلع اوضح لك ان مجال بوتات التليجرام ده مجال يعتبر انتهى، الا اذا بقى حصل طفره تخلي الواحد يرجع يحب بوتات التليجرام دي تاني. فهنشوف الفتره الجايه هنعمل ايه باذن الله. وطبعا لو عندك اي مشاكل او عندك اي تعليق ممكن تكتبه في الكومنتات تحت، او حتى تنورني في قناه التليجرام بتاعتي. وبس كده، اشوفكم على خير الفيديو القادم.